السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيبقى فيديو روتين، وهعمل اكلة اقتصادية اقتصادية جدا وفي نفس الوقت مغذية. تمام. قبل ما نبدأ الفيديو كده طبعا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل انا هو جبت حلة وحطيت فيها زيت وبقطع بصلايه. هعمل معاكم الكشري الاسكندراني. طبعا من الاكلات الموفره جدا وفي نفس الوقت طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، لان العدس طبعا يعتبر من البروتينات. آه وطبعا حلوه جدا، الاكله حلوه جدا. وطبعا لو مش حابه تعملي جنبه سلطه زي ما انا كده عملت سلطه، ممكن تجيبي بيض تسلقيه وتعمليه في سمنه بلدي كده وتحطيه فوق وش كده الطبق. وكل واحد كده بيضايه كده مع طبق الرز مع طبق الكشري قصدي. وبألف هنا وشفا يا رب. زي ما انتوا شفتوا كده، انا لما البصلايه خدت لون حلو كده معايا، نزلت بالعدس والرز مغسولين كده على بعض، منقياهم ومغسولين كده، حطاهم على بعض وغسلهم حلو جدا. نزلت بمكعب مرقه. طبعا مكعب المرقه دوت اختياري يعني، مش شرط، مش لازم تحطيه. لو انت مش بتحبي تحطي مرقه في الاكل مش لازم تحطيه. تمام. انا هوت كمان بحط كمون. انت ممكن تظبطي الملح بتاعه من غير المرقه. طبعا هحط شعرة ملح بسيطة جدا، ان انا حاطه طبعا مرقه في الكشري. انا عايزه اقول لكم من الاكلات الجميله جدا الكشري الاسكندراني دوت. يعني انا ممكن يجي عليا وقت بعمله كوجبه فطار كمان، مش لازم غدا بس، يعني ممكن يجي عليكي وقت وتكوني زهقانه من جميع الاكل وكده وعايزه يعني تاكلي حاجه كده تنوعي فيها. تمام. فزي ما انت شايفه كده، هنا بقى انا بدأت اغسل. كان عندي حبة مواعين كده، قلت لحد ما الاكلة يعني تتعمل وكده، عمال ما الكشري الاسكندراني يتشرب كده ويستوي معانا ويبقى تمام. قلت اعمل حبة مواعين كده كانوا مركونين عندي زي ما انتم شايفين كده. عفوا. تمام. عايزه اقول لكم هو المواعين ما كانوش يعني كتير ولا حاجه، يعني هما كانوا طاسه كده وحله وطبقين او 3 اطباق. تمام. يعني المواعين ما كانتش مركونه عندي، مش بحب بصراحه اركن مواعين على الحوض. الحمد لله رب العالمين. دول بس حبه المواعين اللي كانوا موجودين عندي والحمد لله. بس ساعات بيجي عليكي وقت كده بتكوني يعني عامه كلنا مش انا بس، ممكن يجي عليكي وقت لا قدر الله مثلا بتكوني تعبانه شويه. بيكون حصل ظرف وبتضطري مثلا انت تسيبي المواعين، اي ظرف حصل واضطريتي مثلا انت تسيبي الشقه وتنزلي او تروحي في اي مكان او تجيبي اي حاجه او اي حاجه لا قدر الله مثلا شويه تعب. آم، فطبيعي يعني هما يروحوا فين؟ هما موجودين على الحوض بتاعك يعني. بس انا والله مش بحب اركن المواعين، الحمد لله رب العالمين. يعني انا واخده الموضوع ده من امي، ربنا يخليها لي يا رب. انا بحب اغسل مواعيني اول باول. آه، يعني بحس بصراحة براحة، واحسن حاجة طبعا ان مطبخي وحوضي يبقى فاضي. دي اكتر حاجة بتريحني نفسيا، ان انا اشوف الحوض بتاعي يكون فاضي كده بقى. انا بعد ما غسلت خلاص المواعين كلها الحمد لله، قلت بقى اعمل معاكم حبة سلطة كده. انا عايزة اقول لكم بقى انا ما كانش عندي خيار ومشيت برضو الدنيا، يعني الحمد لله اهم حاجة الرضا والله العظيم. ان انت تكوني راضية الحمد لله. وطبعا بركة ربنا قبل اي شيء. البركة طبعا لما بتكون موجودة طبعا بركة ربنا، فربنا بيبارك لك في كل حاجة والله حتى لو قليلة. تمام. انا كان عندي هو طماطم وكان عندي كام عود كده من البقدونس بس والله هم. وعايزه اقول لك وحياة ربنا، عايزه اقول لكم ان كانت سلطه جميله جدا والله العظيم، اكتر من اي سلطه ممكن اكون عملتها. وحطيت فيها خيار وبصل وظبطتها جامد. فالحمد لله والله هو اليوم كان ماشي النهارده كده الحمد لله بتدبير ربنا وبركة ربنا، والحمد لله الدنيا قضيت وكانت اكل جميل جدا والله.
تمام. انا هو عملت البقدونس قطعته، وعملت الطماطم، وعملت السلطه. بصوا حتى السلطه خليتها سلطه اقتصاديه. ولو ما كانش والله موجود كمان بقدونس عندي، كنت ممكن اعمل الطماطم بس كده وشويه ملح والحمد لله، وحبيت كمون وعسله الليمونه، وكانت تبقى زي الفل والله وجميله جدا. تمام. في طبعا ناس ممكن بتعمل صلصه، في ناس بتحب الصلصه جنب الكشري الاسكندراني، بس انا بصراحه مش بحب الصلصه، انا بحب السلطه. وولادي نفس الموضوع، بيحبوا برضو السلطه زي جنب الكشري الاسكندراني. وفي ناس طبعا بتحب البيض، يعني تسلق البيض وتدحرجه كده في السمنه البلدي وتحطه فوق الوش كده. تمام. انا بصراحه مش بحب يعني اعمل كده خالص. بس كده انا غرفت اهوت الكشري بعد ما استوى معانا وبقى زي الفل الحمد لله. طبعا هو اول لما اتشرب انا وطيت عليه واديته تقليبه وخلاص، وبقى جاهز معايا بالشكل ده. وعايزه اقول لكم والله العظيم كان طعمه الحمد لله يا رب العالمين، كان طعمه جميل جدا، ونعمه ورضا طبعا من عند ربنا. متنسونيش بقى طبعا في اللايك الجميل منكم، ان انا دايما بستنى دعمكم دايما ليا وتشجيعكم، لان أنا والله العظيم بتعب جدا في الفيديوهات. وادي طبقين السلطة، السلطة عملت معايا طبقين محترمين زي ما انتوا شايفين اهوت. وزينتلكوا كمان الكشري الاسكندراني، قشرت الطماطمية وعملتها زي شكل وردة كده وحطيت لكم فرع فرع بقدونس كده.